لاعب قيمته التسويقية 100,000 دولار وعايز يكسب من وراه ملايين، ازاي؟ معرفش. بالاسلوب ده مصيره هيبقى نفس مصير زياد طارق. حمزة عبد الكريم اللي بقى اهم لاعب عند ادارة النادي الاهلي، حمزة عبد الكريم اللي بقى دلوقتي عليه عسل وبقى مهاجم النادي الاهلي الاول. تخيل، سبحان الله، مع انك مش مقيده محليا اصلا. لاعب قيمته التسويقيه 100,000 دولار وعايز يكسب من وراه ملايين. يا راجل بيعه ببلاش، يا راجل خليه يحترف، يا راجل خليه يروح برشلونه ويكسر الدنيا في برشلونه. بدل ما يبقى عندنا صلاح يبقى عندنا 10 صلاح، بدل ما يبقى عندنا مرموش يبقى عندنا 10 مرموش. مش هتكسب فلوس بس هتكسب تبادل خبرات مع برشلونه. يا جدع حط نسبه البيع اللي انت عايزها، حط 30%، حط 40%، حتى لو هتحط 50% بس طلعه، خليه يحترف، خليه يشق طريقه ويكسر الدنيا في الاحتراف. ما تخليش مصيره زي مصير زياد طارق. حد يعرف زياد طارق بيلعب فين دلوقتي؟ اخر ظهور لزياد طارق كان في عزا والده. حد شافه قبل كده؟ اكيد لا. فسيب الراجل يشق طريقه، واي حد من ناشئين النادي الاهلي يجي له احتراف طلعه ببلاش. خليك زي المغرب بتطلع ببلاش. خليك زي الجزائر، خليك زي تونس. الناس دي لما يجي لها عرض من بره للناشئين بتوعها بيطلعوهم ببلاش عشان يكسبوا خبرات ويفيدوا منتخباتهم، بدل ما احنا المنتخب بتاعنا عرة وضايع كده. فسيبوا حمزة عبد الكريم يحترف حتى لو ببلاش. بس كده، يلا سلام.